فوق. واضح انه يعني كان هناك ربما تعليمات شديده قاسيه من المدرب امتلاك الروح المطلوبه والمعهوده لدى لاعبي النادي الفيصلي. في كره خطيره في الناحيه اليسرى عرضيه باتجاه منطقه الجزاء، فرصه التعديل، مراوغه ممتازه والكره في الشباك، هدف مستحق للفيصلي. عبد الهادي المحارمي يسجل بعد دقائق قليله على انطلاقه الشوط الثاني، لكن دقائق كانت كافيه لإظهار صورة النادي الفيصلي بالشكل المطلوب، بالشكل المعروف عن هذا النادي. عبد الهادي المحارمي يسجل هدف جميل جدا للنادي الفيصلي، عمل جماعي وانطلاقة سريعة وكرات مهارية للاعبي الفيصلي، ثم بعد ذلك مراوغة من المحارمي ومرور من أمام نواف الخالدي ليسجل في الشباك هدف التعادل لمصلحة الفيصلي في الدقيقة الثامنة. لاحظ المرور الرائع والتصويبة اليسارية القوية بين مدافعين، يسجل هدف التعادل بعد هذه الكرة الأولى والانطلاقة من أحمد هايل على الناحية اليسرى، ثم العرضية المثالية. شيئا ما ارتبك دفاع القادسية في شوط المباراة الثاني مع تنظيم صفوف الفريق الفيصلي وعودته للظهور بمستواه الاعتيادي ليسجل هدف ثاني في هذه المباراة، هدف أول للفيصلي، والتعادل يعود الآن من جديد كنتيجة لهذا اللقاء بعد 8 دقائق كانت مثيرة، ومعالم الهدف اتضحت من خلال